الفقراء ليهم الجنة. لا، الفقر عيب في الدولة. هو الفقر مش عيب على فكرة، الواحد ما يقدرش يكون فقير ولا مش فقير. الفقر طبعا مش عيب، بس اكيد ربنا بيعوض الانسان بحاجات تانية. وخلقناكم فوق بعضكم درجات. الناس كلها تتساوى مع بعضها. الفقر ده مش عيب اصلا، لان ارزاقه مقسمها ربنا سبحانه الله وتعالى. قادر يغني الناس الملك كله وقادر يفقر الناس كلها، لكن ده رزقه مقسمه ربنا. فضلناكم عن بعض جلدات. لا، يوم القيامة دي حاجة واحنا عايشين في حاجة. أهلي كانوا فقراء أغنياء ويجوا ساعتها بعد كده تبدل الناس كان غني ولا فقير في التعليم. هيعمل ايه بقى رضا؟ الفقر عيب عشان الواحد يشتغل ويصرف على نفسه وكده يعني، ويظبط نفسه يعني، ويعمل ثروات وحاجات يعني. لازم نعيشوا زي بعضينا، مش طبقتين، طبقة تحت الأرض وطبقة فوق الأرض. يعني بدخل لك 100 جنيه ممكن تصرفه، داخل لك 1000 ممكن تصرفه، في واحد داخل له 2 جنيه بيعرف يظبط نفسه في اليوم اللي داخل له فيه الفلوس بتاعته. بزعل، ما ازعلش ليه؟ ما بيبقى الغني لما واخد بالك يقول لك انت فقير، بيتعبك نفسيا. في ناس مليونيرات ومعاهم مليارديرات واخد بالك ومش مرتاحين في حياتهم. الانسان ربنا بيعوضه، مثلا بيديله الصحه، واخد منه الفقر بس بنديله الفقر بس بنديله الصحه، بنديله حاجه تانية بيعوضوا بيها. عمليه ماشيه وربنا يسهل. الفقر مش عيب، الغنى غنى النفس. عيشوا مع بعض، كلموا بعض ويحكوا بعض ونبقوا زي بعضين واحترموا بعضين. والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة. هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا قصاده نصيب في الجنة.